عدت سنة والليلة حطف في شمعة الجرح الغريب جرحي أنا. أثقل الفقد فؤاده وهزم الشوق ما تبقى من وجدانه، حتى صار الرحيل أمنية لم يعد يقوى على إخفائها. الموت والإحساس ده والنزول للقبر والكلام ده كله حسيت إنه قريب مني جدا، لأن أنا حتة مني نزلت تحت. بهذه العبارات ناجى الموت بلهفة لا يعرفها إلا من اكتوى بلوعة الفقد، فصار الموعد الذي انتظره بفارغ الصبر لقاء مؤجلا مع أحبة خطفهم منه القدر دون سابق إنذار. صار بدك تلتقى فيها بأسرع وقت. جدا 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 فوق ما تتصور. حرام يبقى في عمر تاني، لا كفاية كده عشان كل الناس اللي وحشاني أروح لهم. أبوان رحل مبكراً، شقيق ترجل دون وداع، وابنة وحيدة خطفها منه المرض الخبيث في عمر الزهور. فواجع أنهكت روحه وجعلت من الشجن رفيقاً لا يفارقه، هو الذي حول آلامه إلى فن وترجم وجعه لروائع سكنت وجدان الملايين لأكثر من نصف قرن. في 3 مايو 2026 ترجل أمير الغناء وانطفأت شمعته الأخيرة. رحيل صدم وسطاً فنياً لطالما كان له عراباً وفطر قلوب عشاق أحبوا صوته وأدمنوا فنه لأكثر من 50 عام. فلاش باك لليوم باش يكون سرد المسيرة حارس الفن الأصيل ومن حمل لسنوات لقب آخر عمالقة الزمن الجميل، أمير الغناء العربي هاني شاكر. خير الورى خلقا وخلقا بالكمال أحدا. لم يكن قد تجاوز 14 من عمره حين صافح الأمير جمهوره للمرة الأولى بقسمة وجه بريئة بعيون حالمة وصوت أطرب الأذان. جسد دور فنان الشعب سيد درويش طفلاً، ظهور لفت الأنظار لموهبته وفتح له دروب المجد مبكراً في عصر عمالقة الفن بامتياز، لينضم مع مطلع السبعينات إلى كورال العندليب عبد الحليم حافظ. ما رأيك في هاني شاكر وأحمد السنباطي وماذا تتوقع لهما؟ كويسين وأتوقع لهم النجاح. انطلق من مدرسة العندليب ليتحول سريعاً من تلميذ إلى منافس. لقبه النقاد بالعندليب الصغير، وكتبت الصحف عن حرب خفية دارت في الكواليس. أقحم في منافسة لم يبحث عنها، وانقسمت الآراء بين داعم لهاني شاكر وصوته ومدافع عن حليم وتاريخه. منافسة أكد أمير الغناء لاحقاً أنها لم تكن حاضرة إلا في أذهان الإعلاميين والجمهور. أنا تلميذ من تلامذة عبد الحليم حافظ الفنية، مش قادر أقول لك أنا سلمت عليه إزاي وبوسته إزاي، من أسعد لحظات حياتي. هو حس قد إيه أنا بحبه. جه سمعني بعدها بقى بحوالي 2-3 وغنى معايا كده برضه يا قمر على المسرح. مبيعات بالآلاف ونجاح منقطع النظير حققه العندليب الصغير في منتصف السبعينات بروائع تردد صداها من المحيط إلى الخليج. أبرز عناوين النجاح حمل اسم كده برضو يا قمر. كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك وتمشي لا حس ولا خبر. يا خبر كده برضو يا قمر يا قمر. تواصلت نجاحات هاني شاكر وتعددت الروائع لتشهد الثمانينات والتسعينات ولادة تحف موسيقية خالدة سكنت قلوب العشاق ونصبته أميراً على عرش الغناء. لو حبيتني كنت تضحي، كنت ما تتسببش بجرحي، كنت ما تقتلنيش في عواطفي، كنت رحمتني لحظة ضعفي، كنت وقفت معايا في صفي وانا بنهار وانا بنهار. لم تكن أغانيه مجرد إبداعات فنية، بل كانت نابعة من أوجاع فرضتها عليه أقدار الحياة. هو الذي ذاق مرارة اليتم في سن 16 حين خطف الموت والده في رحيل مفاجئ بلا وداع أو حضن أخير، جرح لم تشفى ندوبه حتى بعد سن 50. كل دقيقة بحياها ملامح أبويا جواها، أنا اللي بابويا بداها وبدعيله
لم يلبث الأمير أن أفاق من صدمة وفاة أبيه حتى باغته رحيل من كان له سندا بعد وفاة الأب، شقيقه الأكبر ماجد. فضيت علينا الدار والوحدة زي النار، راحوا اللي كانوا بيمسحوا بيدهم دموعنا، راحوا اللي كنا بنرمي في أحضانهم وداعنا. توالت الصدمات في حياة النجم المصري، فلم تمنحه الحياة وقتاً طويلاً لالتقاط أنفاسه بين فقد وآخر. في يوم عيد الأم شيع أمير الغناء والدته إلى مثواها الأخير بعد سكتة قلبية مفاجئة، لينضاف إلى قائمة جراحه جرح جديد، ليبقى الوجع الأكثر قسوة واليوم الأشد حزناً في حياة النقيب يوم فقد ابنته الوحيدة دينا بعد صراع طويل مع المرض الخبيث، لترحل عن عالمنا عن عمر 27 عاماً، تاركة لأمير الغناء حفيدين توأم لم يتجاوز العامين من عمرهما. يا معانا الصبح والليل بقول لها بحبك قوي وحشتيني قوي، ولادك بقوا جمال وزي القمر، طمني يا حبيبتي. انا وماما بنفكرهم ونوريهم الصور على طول. لم يكن رحيل دينا كسابقاته من الفواجع، بل كان الضربة التي لم يقوى بعدها هاني شاكر على الوقوف ليدخل في عزلة طويلة ويعتزل العالم لأكثر من عامين، حاملاً بداخله جرحاً لن يندمل حتى يوم رحيله. لسه عيونك بتكلمني، بتحسسني بقربك مني، دمعي بينزل غصب عني، بس بحاول إن أداريه. بعد غياب دام أكثر من عامين عاد ليلتقي جمهوراً اشتاق لصوته، فكانت أولى محطاته مهرجان موازين وقرطاج، المسرح الذي كان شاهداً على نجاحاته وأمجاده منذ التسعينات. علي الضحكة يا علي اللي سمايا هي، يمو الضحكة يا حكاية، جاية الأيام ويايا، شمسك راح تسكن ظلي، وعلي الضحكة يا علي. هو آخر عمالقة الزمن الجميل وحارس الطرب الأصيل، تولى رئاسة نقابة الموسيقيين في بلده على مدار 7 سنوات، حاول فيها حماية المشهد الفني المصري من الانفلات، وتصدى لما اعتبره تجاوزات في بعض أنماط الغناء الجديد. كان مؤمناً بأن الفن رسالة قبل أن يكون شهرة، ومسؤولية قبل أن يكون انتشاراً، فسعى إلى الحفاظ على ما تبقى من ملامح الفن الراقي في زمن تغيرت فيه الأذواق والمعايير. أنا خايف على الأجيال الصغيرة، خايف على أولادنا، أنا براعي ربنا. ومع تزايد الجدل ومحاولات الإساءة إلى اسم قادم من زمن العمالقة، اختار النقيب الانسحاب بهدوء، فاستقال من منصبه حفاظاً على صورته في أعين جمهوره، ورفضاً للدخول في سجالات لا تشبهه ولا تليق بتاريخه. بصراحة غلطة وندمان عليها إن أنا قبلت كرسي النقابة حقيقي. واصل مسيرته بشموخ ليعتلي أكبر المسارح من جديد ويطرب جمهوراً رافقه لأكثر من 50 عام، جمهور لم تتغير محبته رغم تغير الأجيال والأذواق، حتى طرق المرض بابه مطلع 2026، فأجرى عملية جراحية دقيقة عاد بعدها أكثر أملاً وأكثر إقبالاً على الحياة. النهارده خلصت اخر التزام بالنسبه لي الفتره اللي جايه، ففي فتره راحه اجباريه بقى ان شاء الله التحسن فيها يزيد اكتر واكتر. وبشكركم جدا على اهتمامكم وعلى حبكم، وربنا ما يحرمني منكم ولا من دعواتكم ابدا. في عيد الحب أحيا أمير الغناء حفلاً في عاصمة الرومانسية باريس، المدينة التي لفظت فيها ابنته دينا أنفاسها الأخيرة، والمكان الذي كتب له أن يقضي فيه آخر أيامه، حيث دخل في غيبوبة طويلة انتهت بإعلان وفاته في 3 ماي 2026، ليأفل نجم أمير الغناء العربي ويترجل في صمت عن عمر 73، مخلفاً إرثاً فنياً ضخماً وأغاني أطربت الأذان وبقيت راسخة في القلوب والأذهان. رحم الله الفنان المصري والنجم العربي، الاسم الذي يصعب أن ينسى
هاني شاكر. نسيانك صعب أكيد.